السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من قناه شندو الاهلاوي. انا قاعد اتفرج على ماتش الاهلي والمقاولون العرب، دوري 2021 2022. لحد دلوقتي النتيجه 1-0 للنادي الاهلي، قناه النادي الاهلي يعني. وبعد الخص يعني اعمل لك فيديو يعني دلوقتي في قناتي يعني. وانا قاعد اقلب في المواقع والسوشيال ميديا السوشيال ميديا يعني، والتيك توك واليوتيوب والفيسبوك فلقيت ايه اعلان. بص يا ابني الفتح السعودي بيقدم اعلان عارف انت الاعلان بتاع الممثله دي بتاعت الاعلانات اللي كانت عامله البيك شيبسي ده؟ والله ما انا فاكر اسمها، نسيت اسمها، عنده زهايمر، بس اسمها ايه يا رب؟ والله نسيت اسمها، اللي هو بتاع المقاطعه والحاجات دي. كان اعلان حلو قوي لها يعني، بحس ان هو زيه كده انا قعدت اضحك ضحك ورب الكعبه. الفتح السعودي بيقدم جوزو جوميز، جايبين واحد ملثم وماسكين السهم والقوس ومكتوب عليه رساله مستعجله جوزي جوميز مش قادر رب الكعبه يا جماعه. وبيصوبوا عليه وجاله الرساله: الى جوزي جوميز نحن بحاجتك من فتح الفن والهندسه جوزي جوميز بيضايقهم، جوزي جوميز بيهبلهم. انا نراك قريبا في الاحساء مع تحيات التراس الفتح، حاجه زي كده يعني. انا بص جبت المقدمه دي او الاعلان ده او المقدمه دي، ورب الكعب بص كنت ميت من الضحك مش شفا. بص يا جماعه، عايز اقول لك على حاجه، بس انا اهلاوي يا عم، انا اهلاوي فلازم اشمت ده لسه اللي جاي حلو قوي خلي بالك. بص احمد شوبير بقى، احمد شوبير بيقول لك ايه، بيضايق اعلام الزمالك، بيستفزهم بقى. بيقول لهم ايه يعني؟ ان الاهلي هو اللي تسبب في رحيل جوزيه جوميز. قسما بالله يعني مثلا انت تقول ايه، هيقعد بيقول لك يا عم احنا مالنا ومش عارف ايه وانتوا السهله. قال لهم ايه؟ قسما بالله لو الاهلي هو اللي عمل كده يبقى نادي عبقري اديهم والله. بص اللي بيعجبني في شوبير وسيد عبد الحفيظ اللي هم بص بيضربوا يعني وراح قايل لهم ايه؟ النادي الاهلي ده ولا احسن جهاز مخابرات يا ربي. وراح قايل لك ايه يا عم؟ هو كل ما مدرب يمشي يقولوا الاهلي، كل ما لعيب يمشي يقولوا الاهلي، كل ما اداري يمشي يقولوا الاهلي. يا عم شوف غلطاتك يا عم الاول وبعدين تبقى تتكلم يا عم، وركز على غلطاتك الاول يا عم الحاج. ما كلامه صح يا جماعه، كلامه صح يا عم الحاج. يا عم انت عندك بلاوي زرقاء يا عم الحاج. انت مركز مع زيزو عايز تجدد له 100 مليون جنيه، انت ما فيش فلوس ومش عارف تسدد فلوس اللعيبه لسه ما خدتش الفلوس بتاعتها، والمدرب بقاله 3 شهور ما اخدش الفلوس بتاعته، وراح تعمل لي متحف تحط لي فيه جزمه امام عاشور ولا تيشيرت امام عاشور ومش عارف تيشيرت مين يا عم، وحمزه جمال. ايه يا عم الهري اللي انت فيه ده يا عم؟ انت جايب لي عمرو الدرديري في المتحف ويقول لك اكبر قلعه رياضيه في مصر زيها زي بتاعت ريال مدريد. يا عم انتوا في ايه يا عم؟ ده انتوا معاكم كونفدراليه يا عم، انتوا مش عارفين تاخدوا دوري ابطال افريقيا من 2002. انتوا تاهين خالص يا جماعه. احنا يا ابني الاهلي يا ابني الحاج هيلعب يوم السبت في كاس التحدي، هيلاعب باتشوكا المكسيكي، هنلعب على تعالوا يا ولاد الذين يا ربي. يلا شفت انا باتشوكا لا وبوتافوجو البرازيلي، مش دول كانوا بيلعبوا ولا على بطوله لا؟ وباتشوكا لما كسب يلا 3-0 على بوتافوجو اخد كاس. ايه ده؟ اخدوه من العتبه ده ولا ايه؟ العتبه بتاعت ايه؟ بتاعت المكسيك لما احنا اخدنا بطل ال3 قارات واخدنا الكاس والحاجات دي كلها، قال لك يا عم فين بتاع الفيفا، وفين مش عارف ايه، وفين مش عارف فين الرئيس ومش عارف فين كذا وبيسلموا. يا عم مش معترف بيها ومش عارف ايه، وبتشوكا ده مش معترف بيه، مش اخده برده كاس. واحنا نلعب الماتش الجاي في نصف النهائي كاس التحدي الانتر كونتيننتال برده على كاس، واللي هيكسب هيقابل ريال مدريد في النهائي وهيبقى على كاس. وعلى فكره الانتر كونتيننتال دي اساسا هي كاس العالم للانديه، بس تغيير الاسم عشان كاس العالم للانديه بقى حاجه تانية.
بقى نظام تاني وحوارات تانية فاهم انت قصدي؟ فانت دلوقتي ايه يا عم الحاج؟ ده مش معترف بيه؟ شكلكم وحش قوي 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 قوي. نخش بقى على ميدو. ميدو بقى قال لك ايه؟ قال لك احنا ما نلومش الا نفسنا. نادي الزمالك واداره الزمالك ما نلومش الا نفسنا. ليه بقى؟ هو كلامه صح يا عم الحاج، ما بصش للاهلي ولا قال لك الاهلي السبب والحاجات دي كلها، ويقول لك الاهلي السبب ده عبط وهبل يا ابني. يقول لك التركي الشيخ مش تركي الشيخ والحاجات دي كلها. يا ابني انتوا فاشلين اساسا من غير اي حاجه يا ابني. انتوا ضايعين يا ابني من غير اي حاجه يا ابني. احنا بنلعب في كاس العالم للانديه الانتر كونتيننتال، احنا يا ابني معانا 12 دوري ابطال افريقيا وبندور على ال 13 يا عم الحاج. احنا معانا كام دوري وكام كاس وكام سوبر افريقي وكام سوبر مصري يا ابني. في ايه يا عم الحاج؟ ده من اول ما مارسيل كولر جاي يا ابني احنا معانا يا ابني 10 بطولات غير برونزات كاس العالم. في يا عم الحاج يا عم احنا معانا 3 برونزات كاس عالم يا عم الانديه يا عم الحاج. في ايه يا عم الحاج؟ يا عم احنا بنواجه فرق انت ما بتعرفش، انت بتحلم بيها، انت بتلعبها بالبلاي ستيشن يا عم الحاج. عايز اقول لك على حاجه مثلا، اللي عايز يقول لك الاهلي هو السبب يا عم الحاج. جوزيه جوميز ده كان جاي له بعد ما اخذ الكونفدراليه، كان جاي له عرض من الاتفاق السعودي، هو رفض. قال لك هيبقى في استقرار، هيبقى في حاجه كويسه، هيبقى مش عارف ايه، هيبقى في نظام. ما لاقيش الكلام ده كله. واحد بيبص يا عم الحاج ايه يا عم الحاج؟ مش لاقي ادفع المرتب بتاعي. يلاقي انت بقالي 3 شهور ما دفعتش المرتب بتاعي وانت رايح تعمل لي متحف. انت قاعد تصرف لي في هيافات، انت قاعد بتحاول تجمع فلوس عشان تجدد لزيزو. انا ما اروح ب 100 مليون ليه يا عم؟ بيطلع نار من بقه. يا عم روحوا شوفوا مشاكلكم. بعدين تبقى تتكلموا تقولوا الاهلي السبب، مش الاهلي السبب. اهلي مين يا عم اللي السبب؟ خالد الغندور بقى بيقول لك ايه؟ مش لازم الزمالك يجيب مدرب اجنبي. هو احنا بنلعب زي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ دلوقتي بقى معترف بقى خالد الغندور كاس العالم للانديه بقى معترف بيه. وراح قايل لك بقى ايه تاني؟ قال لك ده احنا بنلعب في الكونفدراليه الافريقيه البطوله الاضعف دلوقتي بقت ضعيفه. طب ما كانت من شويه من فتره كانت قويه واقوى من دوري ابطال افريقيا، واحنا الابطال ده احنا واخدين سوبر افريقيا من النادي الاهلي، واحنا بنستحق نلعب مش عارف في كاس العالم للانديه والانتر كونتيننتال والحاجات دي كلها. ده انتوا عقلياتكم غريبه. وعارف اقول لك على حاجه بقى؟ لما يجيبوا مدرب جديد واخدوا الكونفدراليه الافريقيه، هيقعد يقول لك بقى ايه؟ ده احنا معانا مدرب ايه يا عيني اقوى من مارسيل كولر، اقوى من انشيلوتي نفسه، فاهم انت؟ ويقول لك بقى ايه يا عم جوزيه جوميز ده ما يفهمش اي حاجه، ده احنا معانا مدرب ايه؟ مدرب وايه؟ الكونفدراليه دي اقوى من دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه دي اقوى من كاس العالم للانديه، الكونفدراليه دي اقوى من الانتر كونتيننتال. فيبتدي بقى ايه؟ ترجع نعمل العادات القديمه. وبعدين برضو ايه؟ يقدسوا اللعيبه. تلاقي مثلا لعيب كويس معاهم مثلا شويه يعملوا زي زيزو ويجددوا 100 مليون ويفتحوا متحف تاني فاهم انت؟ يصرفوا مصاريف مالهاش اي لازمه. وما يدوش الفلوس للمدرب فلوسه يعني. واللعيبه عايزه فلوس، ما فيش فلوس. فالمدرب برضو يجي له عرض من السعوديه وياخد بعضه ويمشي. بعدين يقول لك ايه؟ ده الاهلي، ده تركي الشيخ، ده مش عارف ايه. وبعدين ايه؟ هترجع نبقى العيله القديمه. وبعدين بقى ايه؟ النادي الجديد بقى بتاع السعوديه يقوم عامل بقى ايه؟ زي اللي عمله الفتح السعودي. الاعلان اللي هو عامله ده يقدم المدرب بتاع الزمالك بقى زي ما قدم ايه؟ اعلان جوزيه جوميز. والسهم والقوس. الفن والهندسه. ما علينا يعني. الزمالك هيلعب يوم الاحد اللي جاي في كاس الكونفدراليه الافريقيه في الجوله الثالثه، هيلعب المصري البورسعيدي. فطبعا عايزين مدرب، فهم ايه يعني المدرب بس دوت هيبقى الفتره دي بس احمد مجدي لغايه لما يشوفوا مدرب ايه يمسك نادي الزمالك. وهم مختارين يعني محتارين بين الاثنين، بين كروش اللي هو البرتغالي كان ماسك المنتخب الوطني، ومن ميكالي اللي هو البرازيلي المنتخب الاولمبي. انا عايز اسال بس سؤال واحد بس، انت اساسا كان معاك تدفع لجوزيه جوميز عشان تدفع للاثنين دول؟ يا عم شوف لك مدرب مصر ولا حاجه، شوف لك يا عم، شوف لك رضا عبد العالي يدرب لك يا عم. ولا ارجع تاني هات حسام ميدو ولا حازم امام ولا حلمي طولان. عشان تضربوا بالزوايا. فاكر انت لما حلمي طولان كان ماسك الزمالك واحنا كسبناهم 4-2؟ والله 4-2 كان الماتش دوت. كان وليد سليمان كان جايب جون حلو قوي هو
هو كان وليد سليمان لما اتعامل بالكعب اللي هو ابو تريكه حاجه زي كده، مش متذكر قوي يعني، بس اتعامل بالكعب واتشاطت، مش عارف باين وليد سليمان اللي عمله بالكعب وشاط ابو تريكه، بس كان كان ماتش حلو قوي يعني. طبعا النادي الاهلي هيلعب يوم السبت، ده حبيب الاهلي، ده الاهلي ده حبيبنا، لا حبيب الاهلي ده حبيبنا، لا هيلعب يوم السبت قدام باتشوكا المكسيكي في كاس التحدي الانتر كونتيننتال. المباراه هتبقى الساعه 7 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعوديه، هتذاع طبعا عبر قنوات بي ان سبورت وعبر قناه الكاس. ان شاء الله النادي الاهلي يكسب. مباراه صعبه مش سهله، باتشوكا فريق صعب جدا بس احنا قدها. طبعا باتشوكا كان كسبنا 4-2 في 2008 في اليابان في ربع نهائي كاس العالم للانديه، بس احنا كنا الاول كسبانين 2-0 اللي كان جايب الجونين فيلافيو وابو تريكا، وفي الشوط الثاني جبنا جون في البدايه او محمد بدركات، والحكم حسبه تسلل وهو ما كانش تسلل يعني. بعد كده باتشوكا رجع للمباراه وجاب جونين، بعد كده لعبنا شوط ثالث ورابع وقدر باتشوكا يجيب جونين كمان وتخلص المباراه 4-2 لباتشوكا. فده مباراه طار، لازم ننزل ننتقم، لازم ناخد بطارنا، لازم نكسب باتشوكا عشان نواجه ريال مدريد يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2024. برضه هتتلعب الساعه 7 بتوقيت مصر، وان شاء الله نكسب ريال مدريد. مع ان ريال مدريد يعني رجع لمستواه. الماتش اللي فات كسب 3-2 كان بيلعب اتلانتا. انا اساسا بشجع ريال مدريد، ما تقوليش ازاي اهلاوي بتشجع ريال مدريد، قلبي هو ما يريد. فماتش برضو يعني لو كسبنا باتشوكا نلعب ريال مدريد ماتش برضو اصعب، فان شاء الله نكسب الاثنين وان شاء الله نتوج بالبطوله. قابلنا كبير في لعيبتنا، قابلنا كبير في الاداره بتاعتنا، قابلنا كبير في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي عظيم، نادي كبير، ان شاء الله نكسب. ده كله في الموضوع. حبيت اقول لك بس على اخبار النهارده، وزي ما قلت لك اللي ضحكني بس الفيديو اللي هو عمله الفتح السعودي وهو بيقدم جوزيه جوميز. عموما بالشفا يا غريمي. ما تزعلش مني، انا اهلاوي بحفل عليك زي ما انت بتحفل عليا لما احنا بنتغلب. ده كله في الموضوع. كان معاكم شندو الاهلاوي. ما تنساش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل اللي بننزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.